السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ صوم طيبين، اعملوا سبسكرايب يا جماعة لو سمحت. وانا جاي اقول ان انا شفت فيلم سفاح جدا، ومش عارف الفيلم مش وحش، بس الفيلم يا جماعة اتشوه من الرقابة بصراحة. الفيلم فيه كده، عارف انت اللي هو المقص بتاع الشجر ده، في مقص بتاع شجر كده نزل وجز في الفيلم، قعد يجز فيه لغاية لما شوهه الفيلم. مش عارف تقريبا وصل ساعة و20 دقيقة حاجة كده على ما اعتقد، فيه اكتر من نص ساعة اتشالت مثلا، وتقريبا في كمان قبل موضوع الرقابه ده كمان اتشال. فالفيلم بقى مشوه، بقى فيلم غير طبيعي. وانت بتتفرج عليه كده في قطات عجيبه جدا في الفيلم. انا بقى دلوقتي مقدر طبعا اللي حصل، ومقدر ان المخرج هو اكيد ما كانش عايز يطلع بالشكل ده، وباين ان هو الفيلم كان فيلم حلو فعلا. واحمد الفيشاوي عمل دور كويس، عمل اللي عليه. احمد الفيشاوي لبس شخصيه حلو، قدم لنا واحد سيكوباتي مجنون هادي جدا، وفي نفس الوقت بيتعصب وقد ايه. بس احنا ما شفناش بقى اي حاجه من الحاجات بتاعته، اللي هو مثلا ايه الجو بتاع الساديه دوت مثلا كان قليل قوي. القتل برضو كان جاي كده بطريقه يعني اللي هو خفيف خفيف، لغايه ما احنا بنشوف في افلام رعب بتنزل وفي افلام. ما تورونا يا جماعه. انا مش عارف ليه الرقابه بتعمل كده بصراحه، بتشوه افلام. ما دام انت وافقت على الفيلم من الاول ووافقت على السيناريو من الاول، ليه التشويه ده؟ ليه التشويه اللي طلع في الفيلم ده؟ ده مش عيب طبعا مخرج خالص خالص يعني، ده عيب رقابه مليون في الميه، وعيب الناس اللي وافقت على الفيلم ينزل بالمنظر ده. انا في وجهه نظري يعني، انا كنت عايز الفيلم ده اشوفه كامل، واتمنى ينزل كامل في يوم من الايام على منصات حتى او حاجه، ما ينزلش متقطع او كده. كان في حاجات كتير جدا بعلاقه الفيشاوي وامه غير واضحه، وحاولوا يوضحوها بالسنس كده اللي هو ايه، افهمها انت لوحدك يعني مثلا امه وصاحبه، امه اللي هي متدينه جدا بس غريبه جدا في نفس الوقت، وموضوع هي وصاحبه في كندا ومش عارف ايه، يعني كلام محلي من بعيد افهمها وانت طايره. بس احنا كنا عايزين يبقى الموضوع واضح، عايزين نبقى نشوف القرار ده اثر على نفسيته ازاي كده يعني. ومش عايز اي حد يطلع يقول يا جماعه ان ده انتوا جايين بقى تحسنوا صوره المجرم في عيون الناس، وتقول اللي هو صاحب مشكله وان دوت بسبب الاهل. اي مجرم في الدنيا اصلا بيبقى سبب كده. اي يعني شوف مين واحد سفاح وقاتل متسلسل، وارجع كده شوف اهله عاملين ازاي، هتلاقي فيهم العبر وهم السبب في اللي هم فيه. ده مش مبرر، هو ده قصته بس مش اكتر ولا اقل. هو بيحكي قصه الشخص ده، والشخص دوت قصته يعني مأساويه. امه ومع ابوه، وامه مع ناس غريبه، وامه اللي على طول بتطلب منه الطلبات كده بدون فهم، وبدون عقل وبدون كلام، وشديدة جدا معاه بطريقة غريبة. وحتى تعامله مع مراته بعد كده كان غريب، وسكوتها على الموضوع. قصص كتير في فيلم مش وحش والله، بس لازم بقى تقعد انت تقرا بين السطور وتبني انت بقى السيناريو من دماغك، عشان الفيلم نفسه ما قدملكش ده. السيناريو نفسه انا كنت بنسبه كبيره السيناريو الاصلي او الفيلم الاصلي كان مقدم لك يعني 50 60% من اللي انا عمال اقوله ده، سواء بقى علاقه الاب بابنه، او علاقه الام بابنها، وعلاقتها بيه وعلاقته بيها، وعلاقته هو بعياله، قصدي ببنته وبمراته ومراته التانية اللي بعد كده. وكل العلاقات دي انا متاكد انها كانت موجوده بنسبه كبيره في الفيلم، بس كل ده اتقطع، ولا اكيد لاسباب رقابيه انا مش قادر افهمها. يعني اكتب يا عم بلس 21 على الفيلم وريح دماغك، اكتب بلس 18، ما تدخل الناس ببطايق يعني، اتصرفوا يعني احنا في دوله، واحنا في بلد اكيد فيها قانون، وفيها ناس بتقدر تسيطر على الموضوع بتاع السينمات والحاجات ديت. بس السينمات في اي حته في الدنيا بيحط لك رقم كده بلس 18، وانت داخل والله عندك كام سنه خش، الموضوع منتهي. يعني ليه هنا التعسيف الزياده على اللزوم دوت، ونفضل نحط قيود غريبه على الحاجات؟ يا جماعه مش عارف والله، مش عارف الغلط فين. انا مش قادر اشوف الغلط فين. يعني الابداع مش قادرين نبداه. لو كان من البدايه ده مش مطلوب، كان يطلب من المخرج اصلا في السيناريو بتاعه اللي هو يقدم لنا الصوره ديت بصوره مختلفه، اللي هو اللي انت عايز توضحه ده ما تجيبهاش يا عم صريحه، واعمل لنا تويست فيها تبين لنا اللي انت عايز تقوله ده، زي ما حصل. بس حصل بالنسبه ليه؟ طبعا حصل بالقص. يعني علاقه مثلا علاقه الام بالصاحب، هي جت في مشهد ما كملش 20 ثانيه ولا 10 ثواني، واللي هو ايه من ضحكه كده وبتاع فهمنا الموقف. يا عم كنت ممكن تستغنى عن ده وتدينا موقف حلو، مثلا صراع بين الابن وامه ومش عارف ايه. بس دوت لو كان ايه اللي هو ايه، احنا بنحاول نهرب من الرقابه، بس الرقابه شكلها وافقت على اصلا الكلام دوت من الاول، فما كان اتصور ليه مثلا؟ يعني كان في طرق تخرج بيها، زي مثلا كل الناس بتاخد بالافلام الايرانيه وتضرب بيها المثل، ان هم عندهم رقابه صعبه جدا، فالمخرجين بيلاقوا طرق ملتويه اللي هم
يخرجوا من موضوع الرقابه دوت، وفي نفس الوقت يقدموا لك الافكار بتاعتهم. حلو دوت موجود، ما حدش قال اللي هو مش موجود، لكن وضح لنا بقى، يعني قول لنا والله ايه، احنا في واحد اتنين تلاته ممنوع ما تعملوش يا جماعه، شوفوا انتوا عايزين تعملوه اعملوه بطريقه ملتويه واحنا هنوافق لك عليه مثلا، قول لنا كده واحنا هنوافق. بس ده مش موجود، وفجاه تلاقي قوانين بتطلع ممنوع ده خدش الحقيقة. طب ايه القوانين؟ طب قول لي ايه هي، يعني مثلا موضوع الناس اللي عماله تتمسك في اللي هي خدش الحياء والحاجات العجيبه اللي هي بتقعد، يعني القوانين العجيبه اللي بتطلع من السما دي، ليه ما يبقاش في نص كده مكتوب والله يا جماعه واحد اتنين تلاته اربعه خمسه الحاجات دي بتخدش الحياء مش هنعملها. لو انا جيت عملت سته وسبعه وثمانيه ما تجيش تمسكني ما تقوليش ده خدش حياء، اقول لك مش موجودين والله في القانون، يبقى في شيء ممسوك. اما احنا سايبينها عايمه ويلا كل واحد عاجبه حاجه، ايه مش عاجبه حاجه قصدي يطلع يتكلم، ده مطار مش عاجبه ناس بتلبس لبس بتاع مطارات ولا يطلع والله يقول ده ممنوع، ده انتوا بتشوهوا صوره المطار وتشوهوا صوره الايرلاين بتاعنا. ده واحد شغال سباك يقول لك والله يا جماعه لا، انتوا بتشوهوا السباك صوره السباكين. ده واحد شغال مش عارف انتوا عمالين تشوهوا ايه، ناس ماشيه في الشارع انتوا عاملين احنا عمالين ماشيين نشوه على بعض. احنا عايشين فين؟ انا مش قادر، مش عارف افهم احنا عايشين فين. انا عارف ان الموضوع ملوش علاقه بالفيلم عشان هو الفيلم فعلا مجزوز، يعني الفيلم يا جماعه طلعان عينه. في واحد جه كده بآلة جز عشب ديت اللي هي بتاعت الملاعب دي ونزل في الفيلم نفخه طلع عينه. وبعد كل ده والله الفيلم مش وحش يتشاف، بعد كل ده الفيلم يتشاف. ادخلوه سينما عشان خاطر اللي حصل، يعني اللي حصل في الفيلم دوت يعني حاجه تخلي الناس اللي هو تدخل وتدعم المخرج وتدعم فيلم، عشان الفيلم مش وحش، فيلم مقدم لك لو انت بتحب نوعيه الافلام دي والحاجات اللي هي بتاعت تيد باندي والحاجات المسلسلات اللي لها علاقه بالسيريال كيلرز هيعجبك دوت. وفي كتير منهم، وفي طرق قتل غريبه، وفي شخصيه سيكوباتيه عجيبه الفيشاوي قدمها بطريقه حلوه فعلا. فادخل شوف دوت يعني لو انت بتحب الحاجات دي هتتبسط. ده كل اللي عندي. لو على اللي انا شفته هدي الفيلم 6 من 10. على اللي انا كنت متوقعه ممكن اديله 8 من 10 عشان أنا متوقع ان الفيلم ده فعلا يتشال منه حاجات كانت هتنفع كتير في الفيلم. وبس كده، ده كل اللي عندي عن الفيلم دوت، وسلام.